شيخ مرحبا بك في قنوات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أشكر الإخوة القائمين على هذا الموقع لإتاحة الفرصة من أجل توضيح بعض الأشياء تتعلق بالأحداث الأخيرة. أنا مش نختم الآن، لكن نحب نتوجه لكل مسلم غيور في تونس، والشعب المسلمي كله وأغلبه مسلم. شو نقول لكم حاجة أنا نبهت عليها من قبل، لكن ربما صوتي أنا ما تعرفونيش. أنا واحد منكم تونسي معروف بأبو عياض التونسي. كنت نبهت في المساجد، تكلمت قلت هؤلاء سيطلقون اللحى ويلبسون القمصان مثلنا وسيقومون بأعمال مادية. قلت هذا في 30 أفريل في جامع القيروان. بعد تقريبا 9 أيام وقعت عملية الروحية، والحمد لله كثير من الناس تنبهوا، وفما شكون خرج الكلام اللي قلته أنا وما قيل عن عملية الروحية، فتبين أنه معناتها كل شيء ملفق. أنا منبهك الآن يا شعب ومأكد عليك، كن متأكد أنه ما فيش واحد من الشباب اللي يسموه إرهابي ومتطرف وسلفية جهادية وكل هذه المسميات، نحيونا شعارات، نحن كلنا مسلمين، نحي شعارات، ديننا واحد، إسلام واحد، نحن مسلمين. هذا الشباب كونوا متأكد أنه في المهرجانات اللي باش تتقام هذه ربما في غيرها، ربما في تجمهر سياسي، ربما في كارفور، ربما في المترو، ربما في حافلة، ربما في قطار، ربما في تجمع رياضي، تقع عملية تفجير يموتوا فيها ناس أبرياء من شعب ويلبسوها لنا نحن. المجانين في تونس مش قل، يستطيعوا يمشيوا المنوبة يخرجوا مجنوب، يلبسوا حجاب ناسف، يدخلوا في الفول، يدخلوا في تجمع معين، في كارفور لما تكون مليانة والناس قاعدة تتبضع، ولا في احتفال حفلة في كرتاج، ولا في تجمهر سياسي متاع حزب يحب يشد الحكم بالقوة وانتم تعرفوهم، تصورهم ولا تكثر من بن علي في الشوارع، يجيوا في تجمهر ويحطوا إنسان مجنون بينهم والتفجير عن بعد يقع، يفجروه يموتوا 10 20 30 قد ما يكبروها هي باش تكون في صلاحهم. إذا وقعت مثل هذه الأعمال كن متأكد أننا لا ندعو إليها ولا نقوم بها ولا نعملها ولا نرضاها، لأننا لا نقتل المسلمين في تونس. كن متأكد من هذا يا شعب، وأحسن الظن بنا، أحسن الظن بنا، لأن نحن منكم، نحن أخوانكم وأبنائكم وأبائكم وجيرانكم. كونوا واثقين أننا لا نريد لهذا الشعب إلا الخير. وإذا وقع مثل هذا العمل، وأنا متوقع وقوعه لأنهم ماشيين في تصعيد تدريجي، متوقع الوقوع متاعه، هني ما على الرسول إلا البلاغ، باش من بعد ما يلقاوش ذريعة لأن تعود ديكتاتورية أشد من ديكتاتورية بن علي، ما يلقاوش ذريعة لإدخال حلف الناتو لهنا، ما يلقاوش ذريعة لإقامة قاعدة عسكرية في قفصة فرنسية، ما يلقاوش ذريعة باش يطبقوا الاتفاق اللي وقع في قطر من أجل إنزال جيش البر الإنجليزي على الحدود التونسية باش يدخل ليبيا، وهو الغاية مش دخول ليبيا، غاية أخرى. واستخرج الوثائق والأسرار، سيأتي وقت وتخرج. هو الحمد لله ما عادش شيء مفضوح، ما عادش شيء مكتوم، كل شيء صاير يتفضح. فشعب كن على وعي، كن حذر. وصيتي ليك دينك، أنت شعب مسلم ومسؤول عن دينك. أول شيء بتسأل عليه لما تحط في القبر يا إنسان، بتسأل عن هذا الله اللي قاعد يسب الآن، بتسأل عن هذا النبي الذي يستهزأ به، بتسأل عن الإسلام، مش باش تسأل شكليت ولا شربت ولا لبست، ومش باش تسأل أنا وحدي، باش تسأل كل إنسان فينا. فدينك أمانة في عنقك. وجزاكم الله خيرا، وسامحوني إذا كان طولت وحبيت نتكلم بلغة بسيطة.
نفهموها كلنا. وأدعوك يا شعبي باش تتعلم، نعاود ونجدد ونكرر، تعلم دينك وتعلم ما يفيد دينك ودنياك. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا وعليكم السلام.